النهاردة هنعمل الكاسات الحلوة اللي انتوا شايفينها دي. الناس اللي بتحب البودينج وبتحب المهلبية وبيشتروا الدانت وبيحبوا الحاجات اللي من النوع ده هتعجبهم جدا الوصفة دي، بدون زبدة وبدون سمنة أو زيت وبدون دهون، مكونات بسيطة جدا من البيت، سهل وسريع وبسيط وطعمه حلو جدا. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي نادية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. هنبتدي أول حاجة بتجهيز طبقة الشوكولاتة أو الطبقة الأولانية. هنحتاج كوبايتين من الحليب، نحط عليهم نص كوباية من السكر، والسكر نسبي ممكن يقل أو يزيد. 3 معالق كبيرة من النشا، معلقتين كبار من الدقيق، وهنقلب المكونات دي كده كلها مع بعضها. وانس ان الدقيق والنشا يدوبوا في الحليب كده، هنجهز بقى الشوكولاته بتاعتنا. هنحتاج يعني 90 جرام من الشوكولاته، يعني لو بار الشوكولاته 200 جرام تقريبا نصه، اللي هو بما يعادل نص كوبايه من الشوكولاته. فانا الشوكولاته اللي معايا دي 200 جرام، قسمتها من النص كده وهاخد النص بتاعها فقط. حطيت شوكولاته فوق الحليب، وبعد كده هنرفعهم على النار ونقلب بقى لحد لما الخليط دهوت يمتزج مع بعضه، الشوكولاته تسيح ويبتدي قوام الخليط ده يتقل شويه. وانس ان احنا نحصل على القوام ده ويتقل على النار كده، يبقى هو كده تمام، يعني مش هاخد على النار اكتر من 5 دقايق. عندي الكاسات اللي انتوا شايفينها دي، ممكن نحط في كاسات اللي هي الايس كريم، او تحطوا في الاكواب اللي هي البلاستيك اللي هي الديسبوزبل، اي حاجه من الحاجات دي تنفع. حطيت يعني نص المقدار شوكولاته، وممكن على فكره تعملوا كل المقدار شوكولاته وتتجاهلوا الطبقه الثانيه خالص، عادي براحتكم. لتجهيز الطبقه الثانيه هنحتاج كوبايتين من الحليب، وهنحط عليهم 4 معالق كبيره من النشا، وهنقلب النشا مع الحليب كده وندوبه كويس جدا. وبعد كده هنحتاج نص كوبايه من السكر، ويفضل اي حاجه ستانلس او اي حاجه لونها فاتح، علشان احنا هنكرمل السكر، وانا كنت شرحت قبل كده ان احنا بنحتاج نشوف لون الكراميل ايه. فلو الحله ستانلس زي ما انتم شايفين، بصوا بان قدامي اللون، فوانس ان هو يبقى لونه ذهبي كده ببتدي ان انا اقلبه. في ناس كانت بتسالني ايه ده، انت حطيتي سائل او حاجه في الكراميل؟ لا ما حطيتش، هو السكر لما بيدوب بيبقى سايل وبيبقى لونه كده بيتحول للون الكراميل اللي انتم شايفينه دوت، ما بيلزقش ولا بيتحرق على حاجه. النار متوسطه، و5 دقايق بالظبط ويبتدي ان هو يتكرمل، وبعدين نقلبه كده بقى مع بعض، ونبتدي ان احنا نفتت السكر ونخليه كله يبقى لونه واحد. وقبل ما لونه يغمق او يبقى لونه بني، هنحط عليه الحليب بالنشا اللي احنا عملناه من شويه. طبعا اول ما نحط السوائل الخليط ده بيتجمد وبيبقى ماسك نفسه خالص وبيبقى كتل كده، بس مع التقليب والحراره هيبتدي يتقل، وطبعا النشا هيخليه قوامه يبقى متماسك، يعني زي المهلبيه بالكراميل تقريبا. وبس كده خلاص هو بقى جاهز معانا. طبعا الطبقه الاولانيه انا دخلتها التلاجة، بس على ما اجهز الطبقه الثانيه خدت لها تقريبا نص ساعه او حاجه في التلاجة، وهي اوريدي كانت متماسكه يعني ما خدتش وقت ولا حاجه. هنحط بقى الطبقه الثانيه فوقيها ونزينها من فوق بقى باي حاجه. انا زينتها بسبرينكلز شوكولاته. الكميه اللي احنا عملناها دي تعمل من 6 ل 8 كوبايات من الكوبايات الصغيره اللي هي البلاستيك. طبعا شكلها حلو وطعمها حلو، اللي بيحبوا الدانت والشوكولاته والبودينج والحاجات دي كلها هيتبسطوا جدا من الوصفه دي. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفه وتقولوا ايه رايكم فيها، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه في فيديو جديد.